السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بخير وسعادة وهنا يا رب العالمين، ويجعلها سنة سعيدة على الكل، اللهم امين يا رب العالمين. انا بحبكم كتير على فكرة، والله ربنا اللي يعلم، واشكركم جدا جدا لكلامكم الجميل في الكومنتات. متشكرة لكم جدا 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 جدا. وهنا بقى يا بنات، قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونسمي الله زي ايه كالعادة، وعليه افضل الصلاة والسلام حبيبي رسول الله. معانا هنا شوية سردين كده حلوين كده، يستاهلوا بقكم، والله يستاهل بقكم. الاكل من غيركم انتوا مش هيبقى له طعم. هنا يا بنات انا بحب ان احنا ننضف السردين. جوزي بيحب يعني ان انا انضفه كده، ما بحبش ان هو في ناس بتحط تعمله بحاله عادي مفيش مشكله، بس انا جوزي بقى ايه مش هياكل لو انا ما نضفتوش. فنضفته وما طولتش عليكم الفيديو، نضفته كده بعيد عن الكاميرا. وهنا معايا راس توم حلوه كده محترمه، ومعايا كمون ملح، اوكي، ايه شوية كزبرة ناشفة، ومعايا كمان يا بنات من ايه عصير الليمون، واللهم صل وبارك على الحبيب، إيه مستردة زي ما شفتوا كده. وبقلب التوابل دي كلها مع بعض. هتقولوا لي انت حاطه مستردة يا ساره في الدقه؟ ايوه حاطه مستردة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مودي السمك في حته تانية خالص. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم، واللهم بارك. كانت ريحته وهو في الفرن والله العظيم يا دوبك بحطه في الفرن كده غلى غلوه واحده بس، ورب الكعبه ريحته كانت قلبة الدنيا كلها، اللهم بارك. هنا معايا الخضار يا بنات، انا ضفت بطاطس، طبعا انتوا مش عايزين تضيفوا بطاطس مفيش مشكله، بس انا بحب ايه في الحاجات الحلوة دي كلها كده ايه تبقى البطاطساية كده بتبقى لها طعم تاني بصراحة، اللهم بارك. بطاطستين كده قطعتهم، بصلتين حلوين، وكم قرن فلفل اللي هو رومي، وفي لقيت قرن عندي ملون اصفر كده جميل كده، جذبني بصراحة، هو جذبني، فقلت اقطعه كده يبقى خلي شكل الخضار جميل. والله العظيم الصينية تتاكل كده من قبل ما احطها الفرن، اللهم بارك كده نية، اللهم بارك. طبعا لو عندي صينية اوسع كنت زماني وسعت على نفسي وايه وكبرت الصينية كده، لكن او يعني ايه اكبر صينية عندي، فانا رصيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهرصه بقى كله كده ايه مع بعض. فلقيت حبة زيادة كده وصينية ما خدتش، فقلت اقليهم مفيش مشكلة، يعني ايه برضو بيبقى طعم كده مقلي، وشكله لذيذ جدا، وطعمه اجمل واجمل واجمل، وريحته هايلة. يعني مقولكوش على جمال وحلاوته، والدقة اللي انا عاملاها دي تحفة يا بنات تحفة. جربوها وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، ومش هتندموا بصراحة، وطعمه كان لذيذ جدا، وريحته كانت ايه مش هقول لكم بقى على ريحته، انتوا تجربوا وتشوفوا براحتكم، يعني ايه تحكموا انتم إيه ريحته عاملة ايه وطعمه عامل ايه والجمال كله الجمال كله مقولكوش. فالمهم يا بنات كده انا خلاص كده برص رصة كويسة كده، يعني بقدر ان على قد ما اقدر ان انا ارصه في الصينيه دي، عشان دي زي ما قلت لكم اكبر صينيه عندي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، لو اول مره تشوفيني بقى متنسيش تشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل ما هو جديد، وتحطي لي اللايك. بصوا بقى انا زعلانه منكم على الاخر والله العظيم. إيه قبل ما اقول لكم انا زعلانه منكم على ايه عشان ايه، فهنا بقيت الدقة بتاعتي هحطها على الوش كده. انا حطيت نص الدقة في قلب الخضار، وقلبتهم كويس، وبالجزر وفلفل وزي ما قلت لكم، وبطاطس وفلفل رومي اخضر، ولقيت فلفل عندي اصفر قطعته برضو شرايح كده في وسط الخضار، وحطيت نص من الدقة وقلبتهم على بعض زي ما شفتوا في اول الفيديو، والنص التاني سبته لحد ما رصيت السردين بتاعي، وقمت ضفته زي ما شفتوا كده حضراتكم. ومعايا هنا طماطم كده قطعها طرنشات بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، برصها بزوق الصينيه يعني. وكمان اللهم بارك
ليمونه كده جميله كده برضو، قطعيها طرنشات وحطيها في النص كده، زوقي عايزاكي تزوقي الصينيه كده، ظبطيها كده، خلي العين تاكل قبل البق. اللهم بارك. ونقطة زيت كده حبايب قلبي على الوش. وبرضو انا قبل ما احط يا بنات الخضار كنت حاطه برضو في الصينيه زيت، اوكي، عشان برضو ايه منساش اي حاجه، عشان برضو ايه لما تجربوا يعني بالوصفه يعني تعملوا نفس الخطوات اللي انا ايه بعملها. هنا يا بنات بقى ايه حبة الدقة دول، عملت دقة كمان نفس الدقة اللي في الصينية، عملتها تاني لحبة السمك اللي اتبقوا معايا اللي معرفتش احطهم في الصينية، قلت اقليهم. فانا ايه زي ما شفتوا كده فحطيتهم كده على الوش كده، يعني هسيبهم بقى في التلاجة، ادخلوا التلاجة كده ايه تشرب السردين، يشرب كده من التتبيله. تعالوا بقى مع بعض كده بعد بقى ايه ما حطيت الصينيه في الفرن وحطيت السردين التاني اللي بيتبل في التلاجة، نعمل بقى شويه رز صياديه بقى يستاهل بقاكم. معايا بصلتين حلوين كده وهنحمرهم لغايه ما ايه البصله تغمق معايا. هنا زي ما بقول لكم خلاص بقى ايه طلعت السمك من التلاجة وحطيته في الدقيق وحطيت الزيت وبقليه زي ما انتوا شايفين، والبصلة بدأت معايا تغمق اهوت بتاع الرز بتاعي صيادية. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، متنسوش تصلوا على الرسول المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، كل سنه وحضراتكم طيبين، سبب السنه الجديده وسبب شهر الرجب. حبايب قلبي يا رب يا رب كده يبارك لنا في شهر رجب وشعبان كده، واللهم بلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بعد ما البصله غمقت معايا ضفت الميه بتاعتي، اخلي الميه تغلي غلوتين لحد ما تنزل الميه بتاعتها الذهبي الحلوه دي، هي دي بقى الميه دي اللي هتحمر لي الرز بشكل رائع بقى هتشوفوا دلوقتي. هضيف طبعا ايه معايا حبايب قلبي الكمون، كمون ده اساسي يا بنات اساسي، وحبة قرفة محترمين كده. يا سلام يا سيدي يا سيدي على القرفة وجمال القرفة، وبتخلي الاكل في مكان تاني خالص، وخصوصا الرز صيادية. زي ما بقول لكم كده اسمعوا كلامي، جربوه لو ما انتوش مجربينه جربوه بسم الله ما شاء الله، هتلاقي الرز ده طعمه حاجة تانية خالص. وضفت الملح وخلاص على كده بنات، هسيبه بقى يتردد مع نفسه زي ما شايفين كده. طبعا انتوا زي ما شفتوا السمك السردين اللي جيتوا وريتهولكوا من شوية، ما شاء الله طالع لونه ذهبي وجميل وتحفة تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى انتوا خدتوني في دوكا وما قلتش انا زعلانه منكم في ايه. انا زعلانه منكم عشان الفيديو اللي فات اللي انا منزلاه بتاع ليله راس السنه، انتوا البصمه مفيش بصمات خالص خالص خالص، 32 كومنت و17 بصمه، 17 لايك. انا زعلانه 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 زعلانه. اشكركم 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 كده. الفيديو خلص معايا، مع الف سلامه، باي باي، الى اللقاء في رعايه الله. اشوفكم في فيديو جديد وفي رعايه الله، مع السلامه.